السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. برحب بكم في الدرس الثاني من الوحدة الثامنة اللي هو توحيد مقامات الأعداد الكسرية. هو يا أولاد ما تتخضش، دي كلها دروس كأننا بالظبط بنكرر في الدروس اللي فاتت. يعني هنا بيقول لي أعد كتابة الأعداد الكسرية التالية باستخدام مقام مشترك: 2 و3 على 4 و1 و6 على 15. بص يا حبايبي، نفس الكلام اللي كنا بنقوله هناك، ان انا بشوف المقامات متتالية ولا اولية ولا الكبير بيقبل على الصغير، ولا هناخد نجيب مضاعفات الكبير لحد ما يقبل على ده وعلى ده. هو نفس الكلام، بس كل الفكرة الجديدة ان انا عندي لو في تبسيط ابسط قبل ما اعمل الكلام ده. وفي ناس بتشتغل على طول من غير ما يبسط، مش هتفرق، دي طريقة ودي طريقة، وانت اختار الطريقة اللي تعجبك. يعني هنا مثلا في المثال اللي مديهولي قال لي يمكن إعادة كتابة العددين الكسريين السابقين باستخدام مقام مشترك لهما بطريقتين. الطريقة الأولى نحدد المضاعف المشترك الأصغر لكلا المقامين باستخدام م أ. طبعا هنا المقام 4 وهنا المقام 15، فالأربعة وال15 بنسميهم أوليين فيما بينهما، مفيش بينهم عامل مشترك، يبقى هنضربهم في بعض، يبقى الأربعة في 15 بكام يا أولاد؟ ب60. تمام، هنبدأ نكتب ده علشان يبقى 60 هضرب في 15، وده عشان يبقى 60 هضرب في 4، يبقى لازم اضرب البسط زي ما ضربت المقام. يبقى انا هنا يا شباب هضرب في 15، يبقى 3 في 15 ب 45، وهنا 4 في 15 ب 60، هنا هضرب في 4 يبقى ب 24 على 60 زي ما احنا شايفين كده. طيب الطريقة الثانية بقى ان انا قبل ما اعمل الكلام ده ابسط، فانا لقيت عندي مين؟ ال6 على 15 تتبسط اهي يا شباب، 6 على 15 العدد الصحيح زي ما هو، ما بنعملش فيه حاجه. ال6 دي يا اولاد نقدر نكتبها 2 في 3. طب وال15 5 في 3، هيبقى ال3 مع ال3، يبقى لما نكتبها في ابسط صوره تبقى 1 و2 على 5. طيب والمقام الثاني كان 4، يبقى دول كده عددين اوليين، يبقى دول كده عددين متتاليين، فالعددين المتتاليين هنضربهم في بعض، فاضرب الاربعه في 5 بكام يا اولاد؟ ب20، ونوحد المقامات بتاعتنا ويطلع الناتج. خلاص اهي. طيب تعالوا بقى نحل مع بعض ونشوف الامثله. بيقول لي 4 و5 على 7، وهنا 5 صحيح و4 على 14. انا دايما بفضل يا حبايبي علشان الاعداد ما تبقاش كبيره ان انا لو في تبسيط ابسط. هنا 4 وهنا 14، لكن هنا 5 و7 دي اعداد اوليه، يبقى ما فيش بينهم عامل مشترك، لكن دي هنقدر نقول له ان هي 2 في 2 ودي 2 في 7، الاثنين مع الاثنين بقى المقام كام يا اولاد؟ 7، وبكده المقامات اتوحدت وانتهى الموضوع. يبقى الاربعه و5 على 7 زي ما هي، اما ال5 و4 على 14 بتساوي 5 و2 على 7، فهنا المقام 7 وهنا المقام 7، وبكده كتبناهم بكسور مكافأة بتوحيد المقامات، يعني بقى المقام هنا زي المقام هنا. تعال نشوف كمان مثال. هنا 2 وهنا 15، طبعا الاثنين وال15 ما فيش بينهم عامل مشترك لان الاثنين عدد اولي، وال15 ما بتقبلش على الاثنين. وهنا ال3 وهنا ال5 برضو ما فيش بينهم عامل مشترك، تعال بقى نبص، يبقى هنا ما فيش تبسيط، خلاص نبص على المقام هنا 15 وهنا 5. ال15 تقبل على ال5، يبقى ثبت الكبير واضرب الصغير، يبقى ده هيفضل زي ما هو 2 و2 على 15. نيجي بقى على ده، ال3 و3 على 5 بتساوي 5، دي عشان اخليها 15 هضرب في 3، يبقى هنضرب في كام يا اولاد؟ في 3، يبقى لازم اضرب البسط برضو في 3. 3 في 3 ب9، و3 في 5 ب15، والعدد الصحيح زي ما هو. يبقى هنا بقى 3 و9 على 15، وهنا 2 و2 على
15. يبقى كده بقت المقامات متحدة. المقامات متحدة. اتمنى نكون فهمنا الموضوع بسيط جدا. كل اللي فيه ان انت لو في تبسيط بسط، مفيش خلاص اشتغل زي ما اتعلمنا من بداية الوحدة السابعة اللي هي اول وحدة عندنا في الترم الثاني. هنحل كمان مسائل في الإعادة إفادة. هنا 50 وهنا 20. طب يا مستر قبل ما نشتغل في اختصار؟ تعال نبص. هنا 3 هنا 50 مفيش اختصار. ان التلاتة عدد اولي وال50 ما تقبلش على التلاتة. وهنا برضو مفيش اختصار لان ده كسر وحدة مفيش اختصار. طب هنا المقام 50 وهنا 20. طب هل دول متتاليين؟ لا. اوليين؟ لا. الكبير يقبل على الصغير؟ لا. خلاص هات مضاعفات الكبير. هات مضاعفات الكبير لحد ما يقبل على التاني. طيب ال50 زود عليها 50 كده هيبقى 100. 100 تقبل على 20 فيها الخمسة. يبقى اذا هخلي المقام هنا 100. يبقى هضرب في 2 يبقى 5 و3 على 50. هضرب هنا في 2 واضرب هنا برضو في 2 يبقى بتساوي 5. ده صحيح ماليش دعوه بيه. وهنا 2 في 3 ب6 والاتنين في 50 ب100. نيجي على العدد التاني 4. وهنا هنضرب في كام بقى يا ولاد؟ هنضرب هنا في 5 ونضرب هنا في 5. يبقى هنا 5 على 100. يبقى كده ادي الكسر ده اللي هو بيساوي ده والكسر ده اللي هو بيساوي ده. ويبقوا الاتنين لهم نفس المقام. الاتنين لهم نفس المقام. كمان مسألة. هنا 3 على 12 وهنا 2 على 10. ال3 على 12 تختصر. على 3 فيها الواحد وده على 3 فيها الأربعة. يبقى ده 3 ولما اقسم على 3 فيها الواحد وده على 3 فيها الأربعة يبقى 3 و1 على 4. طب العدد التاني على الاتنين فيها الواحد وده على الاتنين فيها الخمسة. اهو ادي عدد وادي عدد. هنا 4 وهنا 5 عددين متتاليين. شفت بقى لما بسطنا لقينا الموضوع سهل. عددين متتاليين يبقى نضربهم في بعض. ال5 في 4 بكام؟ ب20. يبقى هضرب هنا في 5 يبقى 5 على 20 والعدد الصحيح 3. هنا هضرب في 4 يبقى 20 والأربعة في 1 ب4 والعدد الصحيح كام؟ 4. يبقى إذا ده الكسر أو العدد الكسري الذي يكافئ 4 و2 على 10 اللي هو 4 و4 على 20. وهنا التلاتة 3 على 12 بيكافئوا 3 و5 على 20 ويبقى لهم نفس المقام. يبقى احنا كده وحدنا المقامات عشان نعرف نجمع أو نعرف نطرح. ناخد كمان مثال أخير. هنا المقام 9 وهنا المقام 18. طيب قبل ما أقول ده الكبير يقبل على الصغير شوف الأول في اختصار ولا مفيش. ما أنت ممكن تلاقيهم المقامات متوحدة جاهزة. يا مستر ده دي 2 في 1 ودي 2 في 9. الاتنين مع الاتنين يبقى 1 على 9 وده 1 على 9 يبقى المقامات متحدة. يبقى ده هينزل زي ما هو 9 و1 على 9. أما ده بقول له إن 7 و2 على 18 بتساوي 7 و1 على 9 بعد التبسيط. ويبقى ده المقام بتاعه 9 وده المقام بتاعه 9. يبقى مقامات متحدة. مقامات إيه يا أولاد؟ متحدة. بيقول لي المقام المشترك هو نفس الكلام بنحله بس بطرق مختلفة شوية. وصيغة مكافأة للعدد الكسري باستخدام المقام المشترك. وادي مثال. هنا 3 و3/4 هنا 5 و10 على 12. فهنا المقام ده يقبل على ده فهنثبت الكبير ونضرب الصغير. فهنضرب هنا في كام يا أولاد؟ هنضرب هنا يا مستر في 3. يبقى لازم أضرب البسط في 3 يبقى 9 على 12 أهي. هنا المقام 10 وهنا 5. أقول لك ماشي. طب هي ال10 تقبل على الأربعة؟ لا. طب نعمل إيه؟ هنشوف بقى الحاجات بتاعتنا بس قبل ما نشوفها نبسط. هنا على الاتنين فيها الاتنين وده على الاتنين فيها الخمسة. يبقى المقام هنا 5 وهنا 4.
يبقوا عددين متتاليين. يبقى هنعمل ايه؟ نضربهم في بعض. برافو عليك. يبقى الأربعة في 5 بكام؟ ب20. يبقى كده المقام المشترك هيكون 20. طب هنا دي 5 هنضربها في 4، يبقى نضرب الاتنين في 4 ب8. يبقى هنا 1 صحيح و8 على 20. طب وده المقام 4 يبقى هنضرب في 5، يبقى لازم نضرب البسط في 5. يبقى 3 في 5 ب15 والمقام 20 والعدد صحيح زي ما هو. يبقى احنا كده كتبنا عددين كسريين بيكافئوا العددين الكسريين دول بس متحدي المقام. هنا المقام 20 وهنا المقام 20. كمان واحدة. هنا المقام 4 وهنا المقام 3. عددين متتاليين يبقى نضربهم في بعض. يبقى إذا هنا أضرب الأربعة في كام عشان يديني 12؟ هضرب في 3 يبقى أضرب فوق في 3، يبقى 3 في 3 ب9 والعدد صحيح ماليش دعوة بيه. هنا المقام 3 يبقى أضرب في كام عشان يبقى 12؟ أضرب في 4 يبقى أضرب البسط كمان، يبقى الاتنين في 4 ب8 والمقام 12 والعدد الصحيح زي ما هو. مسائل كلامية. أجب عن المسائل الكلامية التالية: يذاكر محمد يوميا 3.3 ساعة، ويذاكر أحمد 4.3 ساعة يوميا، بينما ملك تذاكر 5.1/6 ساعة يوميا. كيف يمكن إعادة كتابة الأعداد الكسرية باستخدام مقام مشترك؟ المقام هنا كام يا أولاد؟ 3 وهنا 4. طب وهنا 6. هنعمل إيه؟ المفروض إن أنا آخد ال3 دول وأحللهم وأجيب ميم ألف. طيب يا مستر ما إحنا مش عايزين نضيع وقت، إحنا عايزين الطرق السهلة. هعمل إيه؟ أقول لك بص يا باشا، مش دي 3 ودي 6 وال6 تقبل اسم على ال3؟ يبقى إذا المقام المشترك لدي ودي هو مين؟ ال6. المقام المشترك ليهم 6. خلاص هسيب بقى الصغير وخليني في الكبير. ال6 وال4 أجيب لهم مقام مشترك. وكده كده اتفقنا المقام المشترك لل6 هيكون مشترك لمين؟ لل3. المضاعف المشترك للمضاعف هو الأصغر أيضا. يعني لو أنا جبت مضاعف لل6 هيبقى مضاعف لل3. ليه؟ لأن ال6 أصلا مضاعف لل3. فلما أجي بقى أتعامل مع ال6 وال4 ما همش متتاليين ومش أوليين، الكبير يقبل على الصغير؟ لا ما يقبلش. خلاص هات مضاعفات ال6. 6 و6 12. تقبل على ال4؟ تقبل. يبقى أنا أخلي المقامات كلها كام يا أولاد؟ 12. بالنسبة لده العدد صحيح 3. طب المقام 3 أخليه 12 إزاي؟ هضرب في 4 يبقى الاتنين في 4 ب8. ده اللي هو بتاع مين؟ محمد. طيب بالنسبة لأحمد 4 عدد صحيح ماليش دعوة بيه. المقام اتفقنا هنخليه 12 يبقى ال 12 على 4 في 3 يبقى هنضرب في 3. 3 في 3 ب9. طب بالنسبة لملك 5 والمقام هخليه 12. اضربها في كام؟ في 2 عشان تبقى 12 يبقى اضرب 1 في 2 ب2. يبقى انا كده خليتهم كلهم متحدي المقام. خليتهم كلهم متحدي المقام. أرادت وردة قياس 3 قطع من القماش المصنوع من القطن المصري بالمتر، وكانت أطولها 3.2 على 20 متر، 5.2 على 45 متر، 4.2 على 25 متر. طب احنا عايزين نوحد المقامات. عايزين نوحد الايه؟ المقامات. ان هي أرادت قياس 3 قطع من القماش. عايز اوحد المقامات عشان اجمعهم حتى، او علشان اقارن اشوف مين اكبر ومين اصغر. طيب هنا 20 هنا 45 هنا 25. طيب الاول قبل ما اعمل حاجه هل في اختصار ولا ما فيش اختصار؟ تعالوا نشوف. الاثنين عدد اولي، ال 25 ما تقبلش على الاثنين وال 45 ما تقبلش على الاثنين، ال 20 تقبل على الاثنين، يبقى ده نختصر. على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها العشرة. يبقى هنا 10 هنا 45 هنا 25. تمام. مين اكبرهم؟ عشان تجيب مضاعف
لدول يكون هنا مضاعف للعشرة، يبقى لازم يكون الآحاد صفر. عشان يكون مضاعف لل45، عشان يكون مضاعف لل25، يبقى أنا هنا يا جماعة لازم يكون الآحاد صفر. تعالوا نشوف المضاعفات. لو أنا هاجي على ال45 وأحللها هتبقى كام يا ولاد؟ 5 في 9، وال9 نحللها 3 في 3، ادي ال45. طيب بالنسبة لل25 هقول له بتساوي 5 في 5. طب بالنسبة لل10 بتساوي 5 في 2. شوف بعدت علشان ما احطش حاجة مختلفة تحت بعضها. يبقى من هنا هناخد مين؟ 5، وهنا هاخد 3، وهنا هاخد 3، وهنا هاخد 5، وهنا 2. تعالوا يا شباب كده، 3 في 3 ب9، 9 في 5 ب45 في 10، من الاتنين في 5 ب10، يبقى بتساوي 450. يبقى 450 ده ميم ميم ألف، ده ميم ميم ألف للمقامات اللي عندي دي، للمقامات اللي عندي. طيب يا مستر صعب عليا قوي، ده عدد كبير. لا مش صعب ولا حاجة. بص يا حبيبي، انت لما تيجي تقول هنا دي 25، ال25 اهي، شيل ال25 هيبقى لك مين؟ 3 في 3 في 2 اهو، انا بشيلها، ما هو انا بقسم ال 450 على ال 25، يبقى اشيل 25 اللي هي دي، الخمسه دي والخمسه دي، هيبقى لي 3 في 3 في 2، يبقى ب 18. يبقى انت حتى لو جربت ضربت 18 في 25 هتديك 450. يبقى بالنسبه لده هيبقى 5 صحيح، المقام 450، ولما قسمنا ال 450 على ال 25 بقى كام؟ 18 اهو. طب بالنسبه لل 45 تعالى يا عم نشيل 45 اللي هو ده وده وده، يبقى لي الاتنين في 5 بكام؟ ب10. يبقى ده هيكون 5 صحيح و 450 ضربنا في 10، يبقى نضرب هنا في 10 ب20. طب وهنا ال10 هيبقى 3 صحيح، هضرب في كام؟ في 45، يبقى الواحد في 45 ب45 على 450. ويبقى كده وحدنا المقامات للثلاث قطع، وحدنا المقامات للثلاث قطع عشان لو حبينا نجمع او نقارن. ودي تمارين هسيبها لكم ان شاء الله تحلوها، واللي يقف معاكم تواصلوا معايا ونشرحه تاني ونحله مع بعض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.